السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية. سوف نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والملعب، ولكن قبل البداية لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنت من محبين نادي الزمالك لا تنسى عمل إعجاب للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. والتفاصيل الآن. تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع دريمز الغاني بدون أهداف في مباراة الذهاب في نصف نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة، والفوز في مباراة الإياب ب3 أهداف. وتأهل نهضة بركان المغربي بعد أن تخطى اتحاد الجزائر وتم إلغاء مباراته في نصف النهائي. ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية على ملعب البلدي ببركان في المغرب. وسيسعى فريق الزمالك للخروج من المباراة أمام نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية بنتيجة إيجابية وخطف الكأس للمرة الثانية. والتقى فريق الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019، وحسم الفارس الأبيض البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2019، أما نهضة بركان المغربي توج باللقب مرتين عام 2020 و2022. تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح. في خط الوسط نبيل عماد دونجا وزياد كمال وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ومصطفى شلبي. في خط الهجوم سيف الدين الجزيري. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. وتنطلق مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 12 مايو 12/5 في بركان في المغرب. وتنطلق مباراة الإياب يوم الأحد 19 مايو 19/5 في القاهرة. ولم يتم تحديد الوقت حتى الآن، وعند تحديده سوف يتم كتابته في التعليقات.